مثلما اختاروا التخصص في تقديم خدمة جديدة، اختاروا أيضا الحرص على تقديمها بشكل يليق بهن. بينك تاكسي أول خدمة سيارات أجرة تخصص للنساء في مصر، واللون الزهري هو شعار الخدمة الجديدة، لون طالما ارتبط بالمرأة. هذا التاكسي لا تعمل به سوى سائقات فقط، ولا يقل زبائن غير النساء فقط أيضا. في خصوصية، في أمان، مش هتحس إن هي موجودة مع راجل، أو ممكن تكون قلقانة، أو لو مثلا في وقت متأخر هي راجعة مع بنت حد زيها، حاجة مؤمنة تبع شركة، السكيورتي والسيفتي فيها عالي جدا. وتشترط الشركة لقبول السائقات الحصول على شهادة جامعية وإجادة اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، كما وضعت لهن برنامجا تدريبيا مكثفا. قعدوا من شهرين ل3 شهور نديهم تدريبات، بنعلمهم قانون المرور بيقول ايه عشان ما ينزلوش كده، بنديهم تأهيلات نفسية برضو عشان يواجهوا المجتمع، بنديهم آداب السلوك، ازاي تتعامل مع العميل وتفتح لهم العربية ازاي تتكلم معاهم، ازاي تبقى فريندلي مع الأطفال. كما تختلف طريقة حجز السيارة عن سيارات الأجرة الأخرى، إذ تشترط على الراكبة أن ترسل صورة من بطاقة هويتها لمركز الاتصال قبل تسجيلها لاستخدام الخدمة. بصراحة هو فكرة جديدة عجباني جدا، حاسة ان البنات بتقول احنا موجودين، احنا نقدر نعمل حاجة. اكيد المجتمع كمجتمع مصري او كأي فكرة هيواجهها بالرفض، او ليه الفكرة دي اصلا اتعملت، بس الشعب المصري هياخد عليها يعني، وانا متأكدة ان هما هينجحوا. نجاح تتمناه الفتيات لمشروع قد يحقق لهن السلامة والأمان، خصوصا في ظل تقارير عن ارتفاع معدلات التحرش في الشارع المصري.